السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ساكتين قلنا نسمع، كذلنا 8 سنين بنتكلم ما حش يعني قلنا نسمع ما هو الخبر. الشعب هل هيعقل ولا لا؟ لما 8 سنين واحنا بنتحاكى وبنقول هؤلاء عصابة، هؤلاء سرق، هؤلاء عيال كلب، هؤلاء عيال كلب حرفيا، هؤلاء مجرمين، هؤلاء قتله. ما حد راضي يصدقنا. طلع الأخ مصطفى المومري وأحمد حجر وهؤلاء الشباب طلعوا يقولوا إحنا جاوعين. تكلموا عن موضوع الجوع بس، عن بطونهم. ما تكلموش عن التعليم ولا عن الصحة ولا عن يعني الكرامة ولا عن الأخلاق ولا عن القيم ولا عن الجرائم ولا عن تداول العملة ولا تداول الشيء ولا حاجة. جاوعي. وطلع عبده هذا الصعلوك يتكلم. يا خلاها انحلت، خلونا نسمع. حالات. الحالة الأولى حالة الجمود والتكاسل واليأس والإحباط. أيوة. هذه حالة خطيرة التي يتصور فيها البعض أنه ما من خيار، ما من حل، ما من مخرج، ليس أمامنا إلا الانهيار. هذه حالة سلبية يجب الحذر منها جدا، ويحذر الناس كذلك ممن يحاول أن يوجه السخط إلى الذات، إلى الداخل. من يحاول تحويل السخط إلى الذات. 8 سنين والناس بيموتوا وجوع، ما طلعش يقول لهم احتصبروا، اصبروا علينا. لو جيت تقول اصبروا علينا 2 3، لكن ولا لو ما غير تحاكوا وطلعوا يقول بيوجهوا السخط إلى الذات. حسسني انه بيتكلموا عن الذات الالهيه. هذا وانت جزمه ما تسواش حده. ما يقول علينا ان نثور ثوره الجياع، نثور على انفسنا. نحن هذا الشعب المعاني المظلوم الخادع، نثور على انفسنا المحارب. لا باس ان نثور على العدو. والله ما بقى عدو مثلك ولا بقى العن منك يا راس الكلب. يعني أسألكم بالله، يعني هذا منطق، هذا آدمي، هذا بشر. ونرجع نضيف على أنفسنا نحن الشعب المظلوم الكادح. أكلوا الشعب، أكلوا كملوا الميزاني، كملوا البنك، كملوا الناس، أكلوا الأخضر واليابس، ومع ذلك بيجي يقول لك نحن نضيف على أنفسنا. يعني هو الشعب ذي الحين أيام ما كان الجرعة، أيام ما كان يقول قال علي بن أبي طالب من لم يخرج يجد قوتها نفسه، قوتها يومه، ويخرج شاهرا سيفه، اخرجوا ثورة الجياع. الحين ما عاد قدم بيضوا على أنفسنا، قدوا هو الشعب، هو الجوع. لا بأس أن نظهر على والله العظيم يا شعب اليمن ورب الكعبة ما ضيعنا وما دهورنا إلا انتو يقول لكم جو وانتم تهبوا، يقول لكم الجبهات وانتم تصحوا، وبعدها ويجي ويقول لك الشرعية كيف ما كانت تكون في الأخير. هذه دولة هتغيرها، هنفعلها دولة ثانية، لكن هذا من يغيره. 3 طلعوا يتكلموا وبعدها حبسهم، ويعلم الله أن عيوتيهم، يعلم الله أن عيوتيهم. هذا راس الكلب هو أصحابه، وفعلوا هذا ثورة هذا كله. ويخرج يتحاكى، خرج ما بيتحاكش على بتحصل. بتجي الأمم المتحدة وتفعل قرارات ويقع تشكيل حكومي ويقلب الدنيا فوق الأرض ويقع ضرب ويقع حرب ولا يطلع. لو ما غير يتحاكى وحس بالخطر ثورة على أنفسنا. نثور ثورة الجياع على من هو وراء جوعنا. أنت وراء جوعنا، وراء معاناتنا، أنت وراء معانا، وراء بؤسنا هذا، أنت وراء بؤسنا. على من اتخذ قرارا على من بنقل عمليات البنك، على من بتكها من معراصة يا عرس، على من احتل منابع ثرواتنا. أنت احتليت اليمن واحتليت صنعاء واحتليت عمران واحتليت كل المنافذ والموانئ والمطارات. لنا سنة يا شعب اليمن، شان سنة واحنا سنة في هدنة. هي انت والراتب
73 مليون دولار سلمتها شرعية، لا عند أيديهم يسلموا الرواتب وأكلوها. هذا كثير من الناس ما يعرفش هذا الكلام. هل تعلموا أنها 73 مليون دولار سلمت إلى يد راس الكلب مقدم من العدوى من السعودية والأمارات؟ العدوى سلموها لأيدي هذا الكلب راس الكلب علشان يسلمها رواتب. وين هي؟ لنا سنة هدن، ما عبش هدن، عدوان عدوان وضحنا لنا سنة. ها ما عب في راسك يا راسك. في صنعاء ومناطق الداخل على من يسعى لحصارنا ويعيق حتى وصول القمح والدواء إلينا. القمح والدواء بتشلوها انتم وتصيروا تتو مستورد، تتو دواء مستورد، يتو دواء من حقهم. هذا المتوكل انا عاد انتم تذكروه وقتل 20 ضف. جريمة قسما بالله العظيم انها تقوم عليها امه. لكن كم يا جرايم ما عاد بتقطعش فينا الجرايم. على من يقتل. مستغرب للمغانا كله ما أخذ بيتحاكم. مغانا الذي هو ولي الله يقول قانا. ودمر مستشفياتنا. دمر ودمر بنيتنا الاحتياطية. أنت اللي دمرت. ما نسيت التدميرات، ما خلاه ولا بقعة. حتى المساجد ما سلمتش منه. فجر المساجد، فجر العلم، فجر المدارس، فجر المستشفيات، فجر المرافق الحكومية، فجر كل بقعة، كل حاجة. ونحن نقول دمر. أنت اللي دمرت البلد ودمرت كل حاجة يا سرق يا راس الكلب. التي بنية متواضعة. ما دخل أمك من البنية المتواضعة ولا من القديم؟ ما دخلك. ثورة الجياع إليهم، ثورة الجياع إلى الجبهات. يا شوف، أما أن نرجع لأنفسنا، ما رجعنا على لأنفسنا، بعضنا البعض، على بعضنا البعض. مش أنت مننا ولا إحنا منك. ثوروا للجبهات، سيروا الجبهات. يعني ما يكفيش إنه موتكم جوع، يشتي يموتكم هكذا حاجة. شوفوا يا شعب اليمن، اعقلوا. والله العظيم إنهم يشتوا يفعلوا ثارات في كل بيت، يشتوا يجعلوا الثارات في كل بيت، يشتوا يجعلونا نتقاتل فيما بيننا. وهذا الأسرة الخبيثة، هذا الأسرة التنسة، هذا الأسرة الملعونة، هذا الأسرة الملعونة تشتي تطيحنا، تشتي تكملنا، وتشتي تخلينا متشابكين ومتناحرين فيما بيننا. هذا الأسرة الملعونة، ملعونة حرفيا. ما عاد بقي. التحرك في المحافظات الجنوبية صحيح. التحرك في المحافظات المحتلة والثورة فيها فعل صحيح، لأنه فعل على من وراء هذه الحالة. أنتم وراء الحالة هذا. يعني تشتيثر على مارب، يعني عادوا يشتيثر على مارب، يشتيثر على مارب للمل. لأن يعني ما عبش ما عبش يشتي اليمن كامل تقعد. واشتريت لكم معلومة، والله لو هذا الكلب يتسلم له اليمن كامل من الشنف للطرف وما عاد يبقى شبر في اليمن، لا يفتح حرب مع أي حاجة. لأنه أنت تاري ما معناه سلم عند الحوثي. ما معناه سلم؟ معناها أنه يسلم رواتب، معناها أنه يتي حق الناس، معناها أنه يفعل بنية تحتية، معناها أنه بالطرق وجسور، معناها أنه بخدمات، معناها أنه بمستشفيات وعلم وتعليم. وهو ما يشيش هذا الكلام. اسمع، الثورة ثانيا ما بنعتبر أن السعودية أو دول الخليج هم العدو حقنا إسرائيل وأمريكا، صح ولا؟ يتوقف معنا احنا، معنا معركة كذاش، يعني ذولا ما هم شيء، ما بلا هم بالهنا وهيش بروفات للإعداد للحرب الحقيقية مع العدو. طابت ومع هذا منو؟ محمد علي الحوثي بيقول لك هذا غرب بروفه. الحرب هذا الذي اسمه بروفه الذي بنفعل هذا الحين. احنا نشتي حرب، يعني لو تسلم له اليمن من الشرف للطرف ما يكفيش، يشتي يفعل حرب، يشتي الناس يقنبروا يقتلوا، يضيعهم ويتوهم في الحرب، وهم يهبلوا وهم ياكلوا. إذا توقفت الحرب يفتضحوا. ولذلك شوف الحين ما رضوش نشتي تمديد الهدنة، ما رضوش. ماشي، ما نشتيش هدنة، نشتي يموت الشعب، نشتي ينتهوا. اعقلوا
اعقلوا لي حينه. يعني يبدلون بعضهم يلومه شرعيه، ما بدلون في الشرعيه، صح انه بفاسدين وعيال كلب به، لكن الذي في الجبهات اللي بيقاتلوا من الذي بيمنعهم من دخول صنعاء؟ عندما تقول لك انتم فينا انت، والذي عيالك الذي بتوديهم للجبهات بيمنعوهم. لو كل واحد في بيته انه ما يدخلوا، ما يجي يقاتل هذا الذي قد الحمر والطماطيس هذا حيخرج يقاتل، الطمطسي هذا حيخرج يقاتل، ولا الثر هذا حيخرج يقاتل؟ والله ما يخرجوا يقاتلوا حاجه، هؤلاء ينهبوا ويهبروا ويقولوا لك الله السماوات. انا حبيت اعمل هذه الرساله ولا زلت ساقوم بارسال رسائل يوميه بشكل يومي، نقدم فعل فيديوهات يوميه او كل يومين اقل ما يمكن، لن نسكت وانتم لا تسكتوا، وهم سينتهوا ما داموا احنا بنتكلم، لان الكلمه تقتلهم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.